رمضان في مصر حاجة تانية والسر اشتهر الفول إن اسمه مسمار البطن في أرض المحروسة، وفي منه أنواع كتيرة. في منه اسكندراني، في منه بالزبدة، في منه بالبيض، وفي منه بالزيت الحار. أنا داليا وهبي وإنتوا بتسمعوا بودكاست على الكنبة. الفول هو الضيف اللي دايما موجود على ترابيزة السحور في أي بيت في أرض المحروسة في ليالي رمضان. وجبة تعتبر شعبية بشكل ما، الناس تقريبا كلها بتحبها لأنها بتدي إحساس بالشبع لوقت طويل جدا. علشان كده دايما الأمهات تقول لنا إيه؟ اتسحروا فول بالليل علشان الصبح تقدروا تستحملوا جوع اليوم. الفول المدمس زمان كنا بنروح نشتريه بالطبق من عند عمه اللي كان بيبيع الفول، وكنا بناخده طازة لسه طالع من القدرة دي كانت زي حلة، بس مش هي حلة، هي اسمها قدرة شبه الدماسة كده بس كبيرة شوية، وكانت بتبقى ألومنيوم، وكانوا بيدمسوا فيها الفول ونروح نشتريه بالطبق بتاعنا. دكتور خالد عزب في كتابه الآثار شفرة الماضي اللغز والحل قال إن الفول من أهم البقوليات اللي عرفها المصريين القدماء من عهد الأسرات الأولى، يعني هو موجود في أرض المحروسة من قديم الأزل، وإنهم كمان لقوا بذوره في قبر من قبور الأسرة ال12. في طيبة الحديثة كمان لقوا بذور الفول في قبور تانية في سقارة وكوم أوشيم من العصر اليوناني والروماني، وهي محفوظة لغاية النهاردة في المتحف الزراعي في الدقي. القدماء المصريين كانوا بيحفظوا الفول في قدور، والقدور دي كانوا بيحطوا فيها شوية مية. القدور دي كانوا بيحطوها أو يدفنوها في الرماد اللي طالع من الفرن، وتفضل القدور دي وجواها الفول لغاية لما يستوي الفول، وبعدها بيتقال عليه ان هو اتدمس، ومن هنا يكون خلاص استوى وجاهز ان احنا ناكله. بالمناسبة كلمة متدمس دي يعني الطريقة اللي بيستوي بيها الفول، ومعناها في اللغة المصرية القديمة الفول المدفون، وأصلها تمس. مع الوقت اتحرفت تمس باللغة العربية وبقت مدمس. من الحاجات اللطيفة جدا ان الفول كانوا بياكلوه عامة الشعب في مصر القديمة، والكهنة ما كانوش بيرضوا ياكلوه بحجة ان هم بيحافظوا على جسمهم ويحافظوا على عقلهم علشان يقدروا يدرسوا ويزهدوا في الدنيا اكتر واكتر. فضل الفول معانا في رمضان هو ضيف السحور طول الوقت، وحتى بره رمضان الفول دايما ضيف موجود في البيوت المصرية في أرض المحروسة. الفول اتطور هو كمان بطريقة تقديمه من القدرة للعربيات اللي الناس بتتحرك فيها في الشوارع، للعربيات اللي بتبقى موجودة على ناصية الشوارع في الأماكن الشعبية، أو على عربيات الفول اللي بتزين الأماكن اللي بتكون عاملة سحور في رمضان وبتبقى عاملة زينة رمضان وأنوار على العربية وحاجات كده شكلها لطيف وجميل. الفول المدمس عادة مصرية موجودة في أرض المحروسة من قديم الأزل ومكملة معانا لغاية النهاردة، ولا زالت هتفضل دايما مكملة معانا باختلاف أنواعه وباختلاف الطريقة اللي بيتجهز بيها. كل يوم هنتكلم عن عادة تانية مختلفة من عادات رمضان على أرض المحروسة.